السلام عليكم يا شباب، اتمنى تكونوا جميعا بخير وصحه وسعاده. في ناس كتير سالوني عن النينشاكو او الفرمانش اللي بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي، بيقولوا لي انت شاريه ولا عامله بايدك. النينشاكو اللي معايا ده عامله على ايدي بحاجات بسيطه جدا ومش هتكلفك اي حاجه. في الفيديو ده ان شاء الله هعلمكم ازاي تعملوه على ايديكم بطريقه سهله جدا، بدل ما تروح تشتريه مستورد وهتجيبه غالي زي ده كده. ده طبعا كنت شاريه من زمان جدا وباين عليه ان هو مهلوك وطالع عينه، بس لو جيت تشتريه دلوقتي هتلاقيه غالي وممكن ما تلاقيهوش كمان، هتلاقيه بصعوبة. يعني هعلمك ازاي تعمله على ايدك وبطريقة سهلة جدا ومش هيكلفك حاجة. بص يا بطل، اول حاجة هتعملها هتروح عند نجار، هتروح عند اي نجار قريب من بيتك وهتقول له عايز اعمل خشبتين زي دول. اي واحد بتاع خشب هتروح له وتقول له عايز اعمل خشبتين زي دول كده، هعملهم من شاكو او فرمانش، هيعملهم لك ويدورهم لك بالشكل ده كده. خليه يدورهم لك ويعمل لك المقاس بتاعهم 30 سم. ولو انت مكسل تروح عند النجار ممكن عصايه مقشه، وعصايه المقشه الطويله دي كده هتجيبها وتقطع منها عصايتين 30 سم. وبعد ما تعملها وتبقى معاك عصايتين كده بالشكل ده، هتروح عند اي حد بتاع حدايد وبويات هتجيب منه مسمارين وحته جنزير زي دول كده، زي دول. هتروح له وتقول له عايز مسمار زي ده كده، اللي هو مبروم ده، بس انا مش عارف اسمه ايه، بس هو ده شكله. تروح عند اي حد بتاع حدايد وبويات وتقول له عايز مسمار زي ده كده. طبعا هجيب مسمارين للخشبتين، وهجيب حته جنزير زي دي كده طولها بالظبط 13 سنتي، يكون الجنزير بالشكل ده كده. اللي هو هتجيبه اصغر حاجه واخف حاجه، هتجيبه جنزير من اللي هو النوع الخفيف، عشان في نفس النوع كده بيبقى جنزير تقيل دوت مش هيساعدك في الحركه، فالنوع الخفيف دوت هيساعدك في كل حاجه. طبعا المسمار اللي بنجيبه ده بيتقفل ويتفتح ببنسه، تجيب بنسه كده وتفتحه وتحط الجنزير جواه وتقفله تاني بالبنسه برضه. المهم جبت المسمارين وجبت حته الجنزير اللي هي 13 سم دي او 8 حلقات من اللي هو النوع الخفيف ده، ويكون كله مقفل. هتروح ماسك الخشبه بتاعتك اللي انت عملتها عند النجار او قطعتها من المقشه، حته الخشبه دي اوعى تخرمها بمسمار، انما هتعمل ايه؟ هتجيب المسمار اللي انت جبته دوت، هو اصلا معمول بحيث هتجيب المسمار الجميل بتاعك ده وتروح حطه على اوله كده، على اول الخشبه كده، وتقعد تلف فيه تلف فيه، هو هيخش لوحده. انما لو عملتها بمسمار هتوسع معاك والمسمار ممكن ما يخشش معاك. المهم المسمار بتاعنا الجميل هتحطه على اول في النص بالظبط هنا كده، في النص، وتفضل تلف تلف تلف، هو هيخش لوحده معاك، مش عايز شاكوش وتدق. هتقعد تلف 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 لحد ما يخش معاك للاخر. سرع شويه كده، تمام. اول خشبه معانا اتعملت اهي بكل سهوله. المسمار التاني برضو نفس النظام، تجيبها من النص كده، من نص الخشبه، وتقعد تلف تلف تلف. بس خلي بالك وانت بتلف عشان ممكن يحود منك يمين او شمال، ممكن يبوظ معاك ويبوظ الخشبه، فخليه في المنتصف بالظبط كده وحاول تلف بالراحه لحد ما يوصل معاك للاخر. في الاخر هيبقى معانا بالشكل ده، هيبقى النينشاكو كده. هتقول لي طيب النينشاكو اللي معاك او الفرمانش اللي معاك مش زيه كده، ده شكله اسود وعريض شويه. وده يا سيدي عشان انا عملته ببلاستر، عملت الفرمانش بنفس الطريقه اللي انت شفتها دي، وبعدين عملته ببلاستر، لفيته ببلاستر اللي هو زي ده، بلاستر عادي اللي هو بتاع الكهرباء ده، ورحت لفه كله بالشكل ده. وبس كده يا سيدي. ودي كانت طريقه سهله جدا تعمل بيها فرمانش، مش هيكلفك 10 جنيه. انا لما رحت للنجار وقلت له عايز خشبتين اعملهم فرمانش، اداهم لي وما خدش مني فلوس. وفي النهايه اتمنى تكونوا استفدتم، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.